أقول لراعي الذود بين شليشل ولبة والعينان تنهملان، يا راعي الذود الهجائن قف معي سقاك حظي ذو أجش يمان. ولا زلت في عرج تننج بكره وجلته ذا ثروة عكنان، أسائل عن حي الشقيقة إنني وإياك يا راعي لمستئلان. فقال انتموا للموج واحتث ضعنهم، قدية حاد ليس بالمتواني، فكلفت همي إثرهم ذا علالة خبير بنص الوجد والذبلان. به ضلعان مستبان ومن يجد كوجدي لا يلوي على الضلعان. ومحمد الطلبة هون يسور سارح عن فريق معين ويتناول الموضوع من بداية الطلعة من ينقال أقول لراعي الذود بين شليشل ولبة والعينان تنهملان، أيا راعي الذود الهجائن قف معي سقاك حظي ذو أجش يماني. وينعت ارتباطه بذا الفريق وهميت عنده من ينقال فكلفت همي إثرهم ذا علالة خبير بنص الوجد والذبلان. بنقل البيضان الحر تنجا الشبان والبيضان وخالد حزان الناس الرفاع الرشيد وبلا زاد الفود الظن مطروح. في نفس المعنى وفي نفس الموضوع يقول سيداتي وللشيخ محمد الهيبة لعدت فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيا زيق قوم روح من برواقة لملاقة، ومن برواقة لعتقاد دربو لو تاد تروح صاد معدل مشيك فيه جاد وتروح البل ملاقة المحاصر منزل بين واد العبد وكرب الناقة يكان ينرقى ذي العاد مرقاها ما يتاقى. وثقل عودان التنبار مني يزيق واوكار مسحوب وتير سواد رار مسحوبين الملاقة من برواقة لنوام قار الشار إلى مساقة ذا كامل نعمي لاق شار وربيع إلى بخواقة والمولع بيها فادمار وانت عند بلاقة وكريب الناقة وايدار بهانا شرقة لاقة ما ننظر ما هو كار مار وواقة تعقب واقة لعدت فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيا الزيق قوم روح من برواقة لملاقة. وسيداتي في تطلع يخاطب الزال كان عنده ينقال له زيق ويقول عنه بالفاز زالوا من الروح لا يروح عليه الملاقة، والملاقة هذه تنقال الملقى وادي العبد ووادي شياف. وينصل على الموضوع من بداية الطلع لعادت فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيا الزيق قوم روح من برواقة الملاقة. وعموما اطلع الثنتين في موضوع البل وصور فيهم الشاعر نموذج من حياة شاعر. أقول لراعي الذود بين شليشل ولبة والعينان تنهملان، يا راعي الذود الهجائن قف معي سقاك حظي ذو أجش يماني. ولا زلت في عرج تننج بكره وجلته ذا ثروة عكنان، أسائل عن حي الشقيقة إنني وإياك يا راعي لمستئلان. فقال انتموا للموج واحتث ضعنهم، قدية حاد ليس بالمتواني، فكلفت همي إثرهم ذا علالة خبير بنص الوجد والذبلان. به ضلعان مستبان ومن يجد كوجدي لا يلوي على الضلعان. ومحمد الطلبة هون يسور سارح عن فريق معين ويتناول الموضوع من بداية الطلعة من ينقال أقول لراعي الذود بين شليشل ولبة والعينان تنهملان، أيا راعي الذود الهجائن قف معي سقاك حظي ذو أجش يماني. وينعت ارتباطه بذا الفريق وهميت عنده من ينقال فكلفت همي إثرهم ذا علالة خبير بنص الوجد والذبلان. بنقل البيضان الحر تنجا الشبان والبيضان وخالد حزان الناس الرفاع الرشيد
وبلا زاد الفوت الظن مطروح. في نفس المعنى وفي نفس الموضوع يقول سيداتي وللشيخ محمد الهيبة: لا عدت فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيا زيق، قوم روح من برواقة الملاقة، ومن برواقة لعتقاد دربو لو تاد تروح صاد معدل مشيك فيه جاد، وتروح البل ملاقة المحاصر منزل بين واد العبد وكرب الناقة، كان ينرقى ذي العاد مرقاها ما يتاقى، وثغل عودان التنبار مني يزيق واوكار مسحوب وتير سواد رار مسحوبين والملاقة، من برواقة لنوام قار الشار إلى مساقة ذا كامل نعمي لاق شار، وربيع إلى بخواقة والمولع بيها فاد مار، وانت عند بلاقة وكريب الناقة وايدار بهانا شرقة لاقة ما ننظر ما هو كار مار وواقة تعقب واقة. لا عدت فيك اليوم روح تظهر لي من برواقة بيا الزيق، قوم روح من برواقة الملاقة. وسيداتي في تطلع يخاطب الزال كان عنده ينقال له زيق، ويقول عنه بالفازال ومن الروح له يروح عليه الملاقة، والملاقة هذه تنقال الملقى واد العبد ووادي شياف. وينصل على الموضوع من بداية الطلع: لا عادت فيك اليوم روح